في الساعات اللي فاتت طلعت أخبار كتير بتقول إن محمد رمضان قبض مبلغ كبير عشان يصور إعلان كوكاكولا الأخير، واللي بالمناسبة اتعرض لهجوم كبير جدا بسببه، وده خلى الناس كلها تتصدم وتسأل يا ترى الكلام ده حقيقي ولا إيه؟ بعض التقارير الصحفية قالت إن رمضان أخد 2 مليون دولار عشان يظهر في الإعلان، بس هو لحد دلوقتي ما قالش حاجة لا بالنفي ولا بالتأكيد. والغريب إنه كمان طنش الهجوم اللي بقى عليه بعد الإعلان على طول، لأن في ناس كتير معترضة على دعمه لشركة مياه غازية من المنتجات اللي بيتم مقاطعتها. الناس كانت زعلانة جدا من محمد رمضان عشان عمل الإعلان ده مع كوكاكولا اللي بتدعم اللي ما يتسموش، رغم إن في حملات مقاطعة شغالة في الوطن العربي ضد الشركات اللي زي دي، وفي الوقت اللي اخواتنا في القطاع بيتعرضوا فيه للهجوم والحصر. لكن رمضان ظهر في إعلان كوكاكولا وكأنه مش شايف اللي بيحصل. مش كده وبس، كمان نزل فيديو الإعلان على حسابه في انستجرام وكتب تعليق: ايه يا كوكاكولا بقى ده يا كوكاكولا، اكتر من 100 سنة ونفس حلاوة كوكاكولا هي. التعليق ده زود غضب متابعيه، وناس كتير اتهمته انه متناقض، خصوصا انه كان بيقول انه بيدعم القضية. ما عداش وقت طويل غير لما الناس بدأت تهاجم رمضان على السوشيال ميديا بشكل عنيف جدا، ومنهم اللي اتهموا بالتطبيع الصريح وافتكروا صورته اللي اتصورت مع واحد من اياهم في الامارات. رواد السوشيال ميديا قالوا بعد اعلان رمضان الاخير ان ده بيمثل الشيزوفرينيا بعينها، كل حاجة وعكسها في نفس الوقت. الناس استغربت موقف محمد رمضان جدا، في حين انه كان في وقت سابق بيهاجم الوطن العربي كله عشان سكوتهم عن اللي بيحصل في القطاع، وكان بيطالبهم انهم يرفعوا السلاح ويواجهوا العدوان بكل قوته. وهنا وجهت الجماهير السؤال الاهم لمحمد رمضان بعد اعلان كوكاكولا: طب والمقاطعة ايه اخبارها يا فنان؟ امال كنت بتزعق لنا ليه يا نجم؟ شاركونا الرأي في التعليقات. وانت فين انت؟ يا كوكاكولا بقى ده يا كوكاكولا.